الجزائري عبد المجيد تبون يسعى للتطبيع مع إسرائيل بوساطة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. انت كيعيرونا بالتطبيع، هما بغاو التطبيع وما لقاوش، بغاو التجاره مع اليهود، يعطيوهم الغاز، يعطيوهم كذا. اسرائيل قالت لهم لا، ندير تطبيع مع واحد المكلخ. انت عمي تبون، يلا عمي تبون بغى التطبيع وما لقاش. اسمع، الجزائري عبد المجيد تبون يسعى للتطبيع مع إسرائيل بوساطة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. وفي التفاصيل أن تبون أعطى عباس 100 مليون دولار مقابل تلك الوساطة. 100 مليون دولار عطوها باش يطبعوا مع اليهود. وفيكم يا المطبعين يا مواسين الدين، يا هاد الكراغله مالكم ما بغيتوش تفيقوا وتعيقوا انت. وأن رئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بينت تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الجزائري، فقالت إن الرئيس الجزائري يبحث عن ما أسمته بالتطبيع المشرف، بحيث يخرج الرئيس الفلسطيني لاحقا ليعلن أن التطبيع الجزائري في مصلحة القضية الفلسطينية. يعاود شي كرغول يقول لي التطبيع باش كنقول لكم بارطاجيو، ديروا لايك وخليو كومونتير باش كيوصل للناس، باش كنحتفظوا على بحال هاد لي فيديو. نهار كيهضر شي جزائري طرقوا بهذا الفيديو، انت بغيتو التطبيع ما لقيتوش، انت تقول لي المطبعين يا الكراغله يا الجوع والنوع. كيف حالك؟ حياتي اخي من غزه يا اخي. انت من غزه؟ اللهم بارك ما شاء الله. كيف احوال في غزه؟ الله ينصر اخواننا ان شاء الله. انت اخي من الجزائر؟ نعم من الجزائر. كيف حالك؟ حياتي اخي من غزه يا اخي. انت من غزه؟ اللهم بارك ما شاء الله. كيف احوال في غزه؟ الله ينصر اخواننا ان شاء الله. انت اخي من الجزائر؟ نعم من الجزائر. كره الجزائر، كاع رانا في لاميرد خويا، كاع رانا عايشين فيها. انت عندك بطاقه الهويه بانك من فلسطين؟ نعم. هل لك بطاقه او وثيقه تدل على انك فلسطيني؟ نعم. اعطيني بطاقه. رشاد، هلا ممكن تجيب لي الجواز بتاع السفر؟ هلا بممكن خويا، نعم. كاع خويا. لماذا تراوغ في الكلام؟ هيا بنا نجاهد في فلسطين. يا اقسم بالله العلي العظيم ولو فتح الحدود للجهاد في فلسطين لذهبت انا الاول من ولايه سعيده. اي يعني الحدود مغلوقه. الحدود ما تنجمش تفوت، مصر مبلعتها، مصر تخدم معها، ما كاين هضره من نجمش. لا، لدي طريقه يمكننا ان ندخل من رفح، ويمكن ان ندخل من الاردن. وكيقول لي لماذا الجزائريون في جميع انحاء العالم ذهبوا الى بريطانيا والى روسيا والى امريكا والى الامازون وبلاد بعيده جدا عن فلسطين، وحدود مغلوقه، ودخلوا الى تلك البلاد. وهل صعب عليكم ان تدخلوا الى فلسطين وانتم تقولون انكم مع فلسطين ظالمه او مظلومه؟ يا اخي، لدي طريقه لكي تسمع، لدي طريقه لكي تدخلوا الى فلسطين. اذا اردت انت والجزائريون فتعالوا عندي فانا اساعدكم. وين جو عندك؟ وين راك بلاصه؟ تعالوا الى الاردن او الى مصر، لدي اصدقاء يمكنهم ان يدخلوكم الى فلسطين. ميرسي رضا، ميرسي رضوان، ميرسي بوكو حبابي، ميرسي بوكو خوتي، ميرسي عليكم. رأيت الحلوى ونسيت القضية. ها الله غالب خويا، راه فيها الحلوى وكي شغل خويا. تعرف علاه ما نجمش كثر معاك الهضره، خاطش راه بداو يضربوا فيا بالسينيال، راك فاهمني. المهم خويا بدل السوجي، راك فاهمني، بدل السوجي. ولكن قل لي هل يمكنك ان توجه رسالة الى النظام لكي يساعد اخوان في فلسطين؟ لا اسمع، انا جزائري وسوف اوجه رسالة الى النظام. اطلب ما توجههاش عندي، ما توجههاش عندي، خاطش غادي ننزلك. وانت خائف، انت لست بجزائري حر، واتحداك ان تطلب من النظام الجزائري ان يساعد اخواننا في فلسطين. من واش نخاف؟ من واش نخاف؟ اسمع، انتم الجزائريون تجاهدون مع فلسطين بهذا. هذا هو سلاحكم مع فلسطين، هو هذا. ليس سقسيك تبيع البال. هذا هو سلاحكم مع فلسطين.
راك بايع البلاد، غير قول لي بيناتنا راك بايع البلاد. خاش لي انت ليك تقول انا جزائري وراك تهضر في الهضره، خاش تعرف لي زالجيريان عقليه كي دايروا وكل شيء، ولو كان لقاو طريق فلسطين مشيت تجي انت تراي عليهم. راه كاع انا ثاني ماذا بيا نروح وغدوه نلقى روحي في الجنه خير من اللي نقعد هنا في الدنيا. الجزائري انت مغربي، الجزائري مغربي لقاو طريق لروسيا خاين لقاو طريق للأمانة. لامريكا وما لقاوش طريق لفلسطين. قول لي جزائريين لقاو انت مغربي.